صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا. يوم جديد مع حضراتكم ومصر جميله، وان شاء الله يا رب يبقى يوم جميل على كل مشاهدينا. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا هند، صباح النور مشاهدينا الكرام. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا رب يكون يوم جميل علينا كلنا يا رب. بنطلب منك الصحه والستر وراحه البال وحب الناس ورضا الوالدين وكل حاجه حلوه يا رب، ويبقى يومنا حلو كده وزي الفل ان شاء الله على كل الناس. اللهم امين. احلى حاجه الدعاء الصبح، اول واحد ما يصحى يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ويبدا يدعي. يا سلام، احلى حاجه وبتخلي اليوم جميل باذن الله. النهارده عندنا مواضيع متنوعه، ولكن قبل ما ندخل في مواضيع حلقتنا النهارده، امبارح شفنا لقاء السيد الرئيس وخطابه للامه من خلال لقاء دوري او شهري بيلقيه من خلال التلفزيون. ده كان ثالث لقاء، واهم حاجه كانت واضحه جدا في لقاء الرئيس امبارح بالساده المواطنين ان هو مهتم جدا بشؤون المواطن العادي، بيطمنا بشكل كبير ان احنا ماشيين على خطى سليمه وان شاء الله اللي جاي احسن. طبعا وسائل الاعلام في بعض الاحيان بتنتقد سواء بقصد او بغير قصد، يعني سواء نقد هداف او يعني يكسر او يهبط من العزيمه، ولكن في الاول وفي الاخر الواحد لما يشوف كشف الحساب اللي حصل في اقل من سنه يلاقي لا والله الحمد لله احنا ماشيين كويس. طبعا وده مهم جدا، واهم حاجه الاهتمام بالمواطن المصري العادي. اهم حاجه يعني يمكن في البدايه كمان لما ابتدى يتكلم على الازمه بتاعه الطيارين وشكرهم ان هم تجاوبوا، يعني دي حاجه هو يعني نزل من المستوى الكبير خالص العالي فوق خالص للمستوى اللي هو اللي احنا عايزين بنتكلم فيه، الحاجات اللي هي موجوده. في مشاكل فوق، في مشاكل على المستوى الكبير والمستوى الدبلوماسي المستوى الاقتصادي، لكن لما نهتم بالحاجات الصغيره الفرعيه اللي هامه الناس، خصوصا ان احنا شايفين كل الوسائل الاعلام بتتكلم عليها، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه جدا. الحاجه الايجابيه كمان ان لما يطلع لك رئيس كل شهر يحكي لك انا عملت كذا، الدنيا ماشيه كذا، مشاكلنا كذا كذا كذا، مش هينفع نتقدم غير لما نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل كذا. اعتقد الحاجات دي بتبقى رسائل مهمه جدا لينا احنا، على الاقل رسائل طمأنه. سينا حصل فيها ايه، تبعيات المؤتمر الاقتصادي، الاعلام ما حدش بيواجه كل واحد، هو بالنتيجه ان كل الناس بيطلع تقول اللي عايزاه، كل الناس في الفضائيات او في المسموع المرئي المكتوب، كل واحد بيطلع بينتقد بيتكلم، وهي دي حريه الاعلام فعلا. طب احنا عايزين نشتغل بقى ونبني ونعمل، طب هنعمل ايه؟ نحط بقى ايدينا في ايدين بعض. طيب ده جميل جدا. المصارحه والحاله اللي هي الشفافيه اللي على زي ما نقول كده بالبلدي على عينك يا تاجر، كل الناس شايفه كل حاجه، ده اهم حاجه عشان الناس تحس بطمانينه وتبتدي تشتغل ولا ايه؟ اهم حاجه كمان كانت امبارح هي حته لغه الارقام. يعني احنا دايما كنا بنسمع خطب، كنا بنسمع تصريحات للمسؤولين والرؤساء، ولكن ما كانش فيها ارقام. امبارح كان واضح جدا انه السيد الرئيس ملم بكل الارقام، سواء بالنسبه للوحدات، سواء بالنسبه لكيلوواتات الكهرباء. طمنا بشكل كبير انه على شهر 8 ازمه الكهرباء هتنفرج تماما ومش هيبقى فيه مشكله. اهم حاجه انه هو كمان اتكلم على الازمه او المشكله اللي حصلت في ماسبيرو وانقطاع التيار الكهربائي، في نفس الوقت قال هيبقى فيه مكاشفه ومحاسبه لكل من هو مسؤول. هو ده فعلا اللي احنا محتاجينه في المرحله الحاليه، اللي يخطئ يحاسب. في نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نرمي اخطائنا على اي حد، لازم يبقى فيه متابعه للاعمال الدوريه. في بعض الاحيان بنقعد نتكلم الدنيا مش ماشيه، لا الدنيا ما بتمشيش مع نفسها، لازم يبقى فيه متابعه، لازم كل حد مسؤول عن حاجه يقدر ان هو ينجز فيها ويبقى يعني شايف ان هي معموله على اكمل وجه. دي نقطة. النقطة الثانية الاهتمام بشكل كبير جدا بصحة المواطن والتوفير الدواء السوفالدي لفئة الشباب، دي نقطة مهمة جدا. وبصراحة امبارح أنا يعني تابعت تحليل لخطاب السيد الرئيس وآراء كتيرة جدا اتطرحت من خلال الإعلام. أحد الإعلاميين قال هو فين دور رجال الأعمال؟ فعلا ما رجال الأعمال لازم يطلعوا يقولوا طيب يا ريس أنا هاخد المبادرة وآدي أول مثلا 1,000,000 جرعة دواء للشباب نقدر إن احنا نوفره، وكل ده ممكن ان هو يعني يوظفوه انه يتحسب من الضرايب بتاعتهم، يعتبروه او يحتسبوه صدقه لوجه الله. شفنا كمان امبارح من خلال او وطنيه عشان خاطر بلدهم، يعني علشان خاطر المواطنين، يعني انت كسبت ان هم يعملوا حاجه لبلدهم بقى، يعني اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. البلد دي كمان جه الدور ان انت تبدا ان انت ترد الجميل للبلد. الحقيقه في مجموعه من الجمعيات الاهليه واكيد بعض رجال الاعمال الوطنيين جدا واللي ساهموا بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشه في بعض القرى. كنا دايما بنتكلم على القرى الاكثر فقرا ونقول ونحصرهم ونشوف ونعمل وبتاع، وكل المساعدات كانت بتبقى فرديه من خلال كيانات يعني صغيره. لما كل الكيانات كلها تتجمع مع بعض ويتحدوا ان هم
يصلحوا قريه من الاكثر فقرا، يحسنوا من معيشه بعض المواطنين. اكيد ده حاجه ايجابيه، والسيد الرئيس اتكلم عليها امبارح، وشفنا نماذج لبعض القرى اللي تم تجديدها وتم ادخال بعض الخدمات ليها زي الميه، زي يسقفوا البيوت، حاجات كتيره جدا بتحصل على ارض الواقع، ولكن للاسف الشديد ما بيطرحش عليها الاعلام، ما بيحطش عليها سبوت نور. واحنا يعني واخدين المسؤوليه دي من خلال برنامجنا مصر جميله، ان احنا نقدم كل ما هو جميل. يمكن ساعات الاذاعه بتاعتنا ساعه وربع في الصبح تبقى محدوده، ولكنها برضو متشافه، ولكن بنتمنى الناس كلها تاخد نفس المبادره وتبدا ان هي تتكلم زي ما احنا بنتكلم. مصر جميله بناسها، مصر جميله باولادها، مصر جميله باللي بيحصل فيها. احنا زي ما في سلبيات زي ما في ايجابيات طبعا، وبنبقى سعداء جدا لما بنلاقي برامج تانية بتشيل اسم مصر الجميله، سواء في اي تلفزيون المصري او في خارج التلفزيون المصري، حتى في الاذاعه، حتى الناس اللي بتكتب مقالات تكتب لك مصر. احنا بنبقى سعداء جدا، احنا ما بنزعلش، بالعكس احنا عاملينها عشان مصر، مش عشان حاتم يبقى عامل اللي ما حصلش او هند عملت اللي ما حصلش، لا خالص، دي حاجه لبلدنا. افكارنا اللي مطرحها لكم، هنقول لكم شويه افكار النهارده برضو في الانترو. المبادرات، الشباب الحلو، المخترعين، الحاجات الناس اللي هي عايزه تعمل حاجه للبلد، كل الحاجات دي بنحاول ان احنا نظهرها. عايز اقول برضو بالنسبه لرجال الاعمال، في منهم ناس كتير بتشتغل لصالح الوطن، وفي ناس بتحبش تذكر اسمها او صح. تشتغل في الخفا عشان هي شايفه ان دي صدقه مثلا، مش عايزه تبطلها مثلا. هم حرين، لكن مش عايزين نقول ان كلهم ما بيشتغلوا، لا، في ناس كتير بنسبه كبيره منهم قوي وطنيين وبيشتغلوا. بس يا حاتم انا بتكلم على الاعلام الخاص، ما بيجيش يحط الضوء بقى على الاعمال اللي بتحصل من الناس الوطنيه اللي بيفيدوا بلدهم. دي مشكله بقى، دي مشكله الاعلام. كل الناس مركزه على ايه هي السلبيات دلوقتي. انا ما بقولش ان احنا ما نقولش ايه هي السلبيات او ان احنا ما نركزش عليها، بس نقدر نبص من خلالها على طاقه نور. السلبيه دي كده واقدر اصلحها كده، لكن ما اقعدش اكسر من مقاديف الناس وانشر الاحباط في المجتمع. الفتره اللي فاتت انا شايفه الناس كلها كانت بتتكلم على غلاء الاسعار، والدوله تدخلت ونزلت الاسعار بشكل كبير جدا، واتفتح لك كام منفذ بيع، منافذ كتيره قوي، ولكن الضجه كانت مفتعله. يعني لما تركز فيها، طول عمر الباميه اول ما بتنزل بتبقى غاليه قوي، طول عمر الطماطم بيجي لها وقت وتتجنن، مسمينها مجنونه يا قوطه. يعني كانت حاجه مفتعله جدا، سواء من بعض الصحف المستقله او بعض القنوات الفضائيه. الناس كلها فجاه بتتكلم على اسعار، في غلاء، بس كمان في تدخل للدوله ان تحد من الغلاء. الناس اللي بتروح تشتري من المجمعات الاستهلاكيه هتعرف ومتاكده من الكلام ده، انه السلع متوفره على اعلى مستوى، وجوده جوده على اعلى مستوى، في نفس الوقت الاسعار هايله. الطماطم لما كانت بتتباع ب 8 جنيه و10 جنيه في الاسواق، في المجمعات الاستهلاكيه والخاصه بالدوله كانت بتتباع 3 جنيه وربع. أيوة. بس الناس تروح، ما هي ما حدش عارف، هو ما حدش عارف، هو في الفيسبوك بس، على تويتر والحاجات دي قاعدين مركزين على السلبيات. طب مش احنا اتكلمنا امبارح وقلنا الهاري، حتى نجله قالت لي بلاش كلمه الهاري دي، هم الناس بيقولوا مصطلح للهاري. طب بدل ما نقعد نهري ونقول الكلام ده، ما نعمل حاجه ايجابيه. تعالوا يعني لو اجاز المصطلح، تعالوا نهري في حاجه مفيده، تعالوا نقول يا جماعه روحوا المجمعات الاستهلاكيه، تعالوا نقول الحاجات الحلوه. زي ما مصر فيها حاجات وحشه، واحنا بنقعد او الاعلام او الناس عماله بتسلط عليها القمامه والحاجات اللي في الشارع، في حاجات حلوه كتير. يعني من واجبنا الوطني، واجبنا المصري، عشان ما يجيش مصري مش وطني، ان هو يبين الحاجات دي. حاجه ثانيه، عايز تقولي حاجه ثانيه خاصه بخطاب الرئيس؟ طيب انا نفسي نعمل حاجه، هي فكره صغنونه كده لكن ممكن تبقى حاجه كبيره. دبي والمدن كتيره جدا بتعمل مهرجان التسوق مره في السنه او مرتين في السنه، اذا كان في الصيف او في الشتاء. ليه احنا ما نعملش مهرجان ميد ان ايجيبت، مهرجان صنع في مصر، ونخصصه يا سيدي، اعملوا شهر ونص او شهرين، 10 ايام 10 ايام 10 ايام 10 ايام للملابس، ما نشتريش كلنا الا الملابس المصريه عشان نشجع المنتج المصري. وعلى فكره المنتج المصري جوده عاليه جدا، لما تطلع بره وتشتري قميص وتقف تفتح بقك قدامه وتقول واو، هتلاقي ايجيبشن كوتن او ميد ان ايجيبت في الاخر. ميد ان ايجيبت، يا ريته كوتن، فخدها من بلدك، يعني خدها من بلدك، دي جميله. خش على المستلزمات البيت، الحاجات بتاعت البيت كلها 10 ايام تانيين، ما تشتريش غير حاجه المستلزمات البيت من المصنع المصري، من المنتج المصري. خش على احنا قلنا الملابس ومستلزمات البيت، خش على المنتجات اليدويه والحرفيه اللي هي الميد ان ايجيبت، الهاند ميد، اللي بره الناس بتفتح بقها وتقول لك واو ذيس از ايجيبشن هاند ميد، واو. طبعا واو. طب ما نجيبها من عندنا بدل ما اجيب بيبلو ولا بتاع صيني، هو بنفس السعر. ده الحاجات دي كلها ليه بنقول كده؟ هتفتح مصانع، هتشغل ايدي عامله، هتشغل الشباب، هتخلي المصانع اللي قفلت تفتح تاني، هتخلي الاقتصاد بتاعك يقوم تاني. ياما بلاد كبيره وكتيره ودول قامت اقتصادها على الصناعات الصغيره. ما تيجوا يا جماعه نفكر. صح. وزاره الصناعه والتجاره اكيد عندهم افكار. الشباب اللي قاعد بيشرب شيشه على القهوه بالليل، انت لو قاعد بتدفع لك 30 40 جنيه
في الليله الواحده، في الشهر كله بيبقى يخش لك في 1000 جنيه على القهوه بس يا هند. طب اعمل بيهم مشروع، هات بيهم جزء ارانب نتايتين وذكر وحطهم في بطاريه، شوف هتبيع الارنب بكام النهارده بكام. الحمام البلدي وصل 30 و40 جنيه، حط لك 4 تجواز في البلكونه يا سيدي، والحمام بيجيب لك كل مثلا 3 شهور، بيجيب لك نقول 3 شهور هيجيب لك جوز، يعني هيجيب مصاريفه، هيشغلك، هيبتدي يجيب لك على خلال السنه هيجيب لك فلوس. نفكر في مشاريع صغنونه كده نبتدي نعملها احسن من ان احنا نضيع فلوسنا هباء، ولا ايه؟ طبعا ده حقيقي، وكلها افكار سهله وقابله للتنفيذ. على ذكر صنع في مصر ومهرجان صنع في مصر، تاني من 10 سنين 12 سنه كده كان في مهرجان تم اطلاقه، مهرجان التسوق. ايوه فاكره؟ هو راح فين؟ ما اعرفش راح فين المهرجان ده. دبي قايمه بشكل كبير جدا السياحه عليها على مهرجان التسوق اللي بيقام في فتره معينه من السنه. تخفيضات رائعه بتنشط السياحه بشكل كبير جدا، الناس بتروح تشتري بكميات غير طبيعيه، بتحرك السوق. فين المهرجان ده؟ يعني قعد 2 3 كده وبعدين قيس فجأة اختفى. يا جماعة احنا كلنا لازم دلوقتي نحط قدام عينينا مصلحة مصر، لازم كلنا نشتغل لمصلحة مصر، لازم يبقى عندنا هدف قومي بنسعى عليه وبنسعى وراه وبنروج ليه. هو ده اللي احنا محتاجينه في الفترة دي. بعد 30/6 افتكرنا ان الدنيا خلاص بقت وردي وردي، لا احنا تخطينا الأزمة والمشكلة ولكن لسه ما خرجناش بره الأزمة. لازم كلنا نشتغل علشان نبقى فعلا ضامنين ان المستقبل هيبقى لأولادنا على أعلى مستوى وكويس جدا. حاضر يا عبير، خلصت فقرة الفضفضة والكلام، ندخل في المواضيع. النهارده هنتكلم 3 مواضيع مختلفة. هنبدأ أو يعني مش عارفة هتبقى الفقرة الأولى ولا لا، بس هنتكلم على الوجود المصري الخليجي في أفريقيا والشرق الأوسط، وهنتكلم على أهمية تواجد مصر في أفريقيا ودول الخليج. ودي نقط كتيرة جدا نقدر ان احنا نفتح فيها ونتكلم. هيكون معانا ضيفنا الأستاذ علاء حيدر رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهيدينا تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع. من الحاجات اللي احنا دايما متعودين ان احنا نقدمها اي فكر او ابتكار خارج الصندوق، اي حاجه هتفيد البلد، اي اختراع حلو ممكن يفيد مصر. النهارده هنتكلم عن مبادره جميله جدا، مبادره اكبر علم بشري لدعم السياحه المصريه. ايه القصه دي؟ ايه يعني ايه اكبر مبادره او اكبر علم بشري؟ ازاي يعني؟ هيعملوا ايه؟ هيلبسوا علم مصر وهيقفوا فين؟ هيتكلموا ازاي؟ هيعملوا ايه بالظبط؟ هيتصوروا؟ مين هيجي؟ الميديا اللي حاجات كتيره جدا. طب ايه الهدف من الموضوع ده؟ حاجات كتيره جدا هنعرفها مع ضيفنا الكريم المستشار هيثم شوقي اللي هيشرفنا كمان شويه. اخر فقراتنا النهارده هنتكلم على الشعر بالعاميه ومهرجان الشعر بالعاميه، وضيفنا في الفقره دي هيكون الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الناصر الدشناوي، وتفاصيل اكتر عن فقراتنا ولقاءاتنا ولكن بعد الفاصل. العلم روح العمل يا همة العمال، والنصر